اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا من جديد فيديو جديد على قناه الحره تيفي. شفت واحد الفيديو ديال شعيب اللي هو اب طفل ريتاج اللي صور يعني مؤخرا يلاه لاحو دابا شويه، واللي من خلاله تكلم او ورانا واحد المدرسه مع واحد الكوتش، وقال يعني بان هذه هي المدرسه اللي غادي تكون فيها الطفل ريتاج. بصراحه انا في الدقائق الاولى انا تخيلت انها الطفله راها جات عنده او راه خدا يعني الاذن باش انه يجيبها عنده وصافي، يعني وصلنا لمرحله انه فقط خصو يصور لنا المدرسه فين غتقرا. حتى لهنا ما كاين حتى شي مشكل، مبادره طيبه، واي اب طبيعي يعني كيفكر في يدخل وليداتو، كيفكر لهم في الرياضه. هذا الشيء جميل جدا ومزيان اننا نشاركوا هذا النوع من الفيديوهات، يعني باش كيحمسوا حتى الاباء الاخرين باش انهم يسجلوا وليداتهم ويهتموا بالجانب الرياضي والجانب الصحي اللي عنده اثر كبير على سلامه العقل ديال وليداتهم سواء كانوا صغار ولا كبار. ولكن ملي كملت الفيديو تفاجأت انه في الاخر كيقول ان هذا الشيء كامل رهين بالموافقه ديال العويشه. يعني هذا الشيء كامل اللي شفنا من قبل ما عنده حتى شي علاقه بالواقع، ما دامت ان عويشه مازال ما عطاتوش الاذن. دابا انا غنحيد العاطفه وغادي نتكلم بالعقل. انا كنعرف ان كلامي يمكن قاصح نوعا ما، ولكن انا كنفضل انني نخدم العقل ونخلي العاطفه جانبا ملي كيكون الامر كيتعلق بمصير ديال الطفله. حنا ما محتاجينش يعني اننا نشوفوا فيديوهات اللي فيهم احلام وما عندهم حتى شي علاقه بالواقع. يعني انا كنقول انه من المنطق والاجدر انه قبل ما انك تصور هذا النوع ديال الفيديوهات وانك تعشمنا حتى حنا وتعشم ديك الطفله، لانه حتى حنا راه كنبغيو الخير لديك البنت وكنتمنوا فعلا انها تعيش معاك. وملي كنطلبناها في الاول لاننا عندنا ثقه ان الاهل ديالك بغض النظر عليك انت وعلى ادمانك وعلى تصرفاتك، ولكن متاكدين ان الام ديالك والاب والاخوه ديالك ناس محترمين، عائله مغربيه طبيعيه. يعني واخا تكون انت فيك عيوب فانت راجل يعني داخل خارج، المهم هي انها غتعيش مع جدها ومع جد ومع عمات اللي فعلا غادي يحضنوا عليها. وحنا هادشي كنتكلموا من خلال يعني الحويجات اللي شفنا، لانه لحد الساعه ما شفنا من عائلتك حتى شي حاجه خايبه. داكشي علاش دائما كنكنوا لهم الاحترام والتقدير. انت شعيب درتي بحال داك اللي كيسبق العصا قبل الغنم، داك اللي بدا كيحلم وبدا كيعشم ديك الطفله وكيعشمنا حتى حنا وكيخلينا كنطمعوا في ديك الحياه اللي غتعيشها الطفله. هو في الحقيقه ما دار حتى شي خطوه اللي غتقرب داك الحلم. جميل ان الانسان يحلم وانه يرسم مستقبل ديالو، جميل جدا انك تخطط لحياه لبنتك، ولكن الأجمل أنك تبدأ في الخطوات باش تقرب هذا الحلم ويولي حقيقة ويولي واقع. كيف يعقل أنك أنت كتصور لنا هذا الشيء ومازال كتسنى عويشة تعطيك البنت وانت عارف وحتى حنا عارفين يقينا أنها ما يمكن ليهاش تخليها لك؟ أولا لأنها حاقده عليك وكتبغي تنتقم فيك في ديك الطفله، وثانيا ريتاج بالنسبه لي هذيك الدجاجه اللي كتبيض الذهب من ان يكون عليها واحد المتابعه بحكم انها ام حاضنه. هادشي طبعا في العقل ديالها، اما ملي كتوصل الامور يعني للمخزن فراه كتكون هضره اخرى. يعني كيفاش يعقل انك انت كتجي وكتقول لنا حقا الا بغات عويشه تعطيها ليا وانت عارف مزيان انها ما عمرها ما تخليها لك بالخاطر؟ يعني خصك انت عوض انك تصور هذا الشيء تمشي تبدا الاجراءات وتصور لنا الاجراءات القانونيه في المحكمه. انا طبعا راه ما كنهاجمكش شعيب لانه ما عندي معاك حتى شي حاجه شخصيه ولا ضدك في حتى شي حاجه، بالعكس يعني انا ما خطره ما جوج. كنت كنقول يعني وكان عندي امل في الاول انك ملي غتجي غتنقد ديك الطفله، حيت شفت ان الاصل يعني والوالدين ديالك ناس طيبين، فطمعت انك حتى انت نوعا ما تكون انسان مسؤول وتكون عندك واحد الغيره على بنتك. هذه الحياه اللي كتعيشها حياه الضياع وحياه التشرد، ولكن يوم بعد يوم كنتاكد انك حتى انت كتهرب من المسؤوليه وحتى انت كتقلب فقط على المصلحه ديالك. للاسف انا مجبره انني نكون قاصحه في كلامي ونقول لك هذه الهضره لعل وعسى انك تفيق من القلبه، ولعل وعسى انك تفصل ما بين المصلحه ديالك وما بين مصلحه الطفله. هذيك الطفله ريتاج راه الا ما درتيش خطوه قانونيه وخطوه حقيقيه وجديه صارمه ما عمر عويشه ما غتعطيها لك وانت متاكد وواثق. وداك الشيء علاش كتقول الا بغات تعطيها لي بخاطري. من جهه راك كترضي لي فان ديالك والاخوات اللي كيدعموك واللي طامعين انك تجيب بنتك واحد النهار دونك كتعمل لهم خاطرهم، ومن جهه كتبين يعني للراي العام انك انت درتي اللي عليك وحقها هي اللي ما بغاتش. راك ما درتيش اللي عليك يا شعيب، ما درتيش اللي عليك بما انك ما التجأتيش للقانون عفوا، وانت عارف ان هذيك عويشه هذيك المسخوطه ما يمكن ليهاش غتجي معاك بالخاطر. هادشي كنقولوا حيت حنا كنعرفوها ويمكن انت كتعرفها اكثر منا لانك عاشرتيها وعرفتيها في الواقع، ماشي بحالنا حنا اللي كنشوفوا غير المواقع. اذا هاد البروباغندا ولا هاد الفيديوهات اللي كتصور بصراحه انا كيجوني ما عندهم حتى شي معنى، كيجوني غير احلام وفقط بغيتي تجلب بها التعاطف ديال لي فان. هاد لي فان اللي يمكن عندهم فعلا غيره وعندهم قلب وعاطفه على ديك الطفله اكثر منك انت هما. انا اللي استفزني اكثر هو العنوان اللي كتبتي فيه ان اريتاج مستقبلك بين يدين امك.
ما عرفتش انا كيفاش كتبتي وعطى قلبك وخاطرك انك ديرو. ريتاج ملي غتكبر وتقرا هذا النوع ديال العناوين بصراحه انا اشفق عليها. كيفاش المستقبل بين يدين امها؟ واش انت ما كتعرفش ان الرجال قوامون على النساء، وان الرجل ولا الاب هو عنده القوامه وعنده يعني واحد القدره كبيره على انه يحدد المستقبل ديال وليداته في حاله ملي كتكون الام يعني فاسده. مستقبل ريتاج راه بين يديكم بجوج نتوما، وانتوما مسؤولين عليه. هي خصها تحيد منا الانانيه وتحيد منا الحقد، وانت خصك تولي مسؤول وتتحرك فعلا بخطوات اللي هي فعليه ماشي فقط غير كلام. لحظه وحده تجلس مع راسك وتخيل هاد الطفله ريتاج شافت هاد الفيديو، سواء دابا ولا ملي تكبر، تشوف شنو هو الجو، شنو هي الحياه اللي كانت غتعيشها، شنو هما الاجواء الجميله بدوك الصور ودوك الالوان وداك الملعب هكا كبير وديك الاجواء اللي هي اجواء طبيعيه صراحه ومن حق كل طفل وطفله في العالم انهم يعيشوا. وغتشوف هاد الشيء كامل وكتشوف ان الاب ديالها ما دارش شي حاجه باش يخليها تحقق هذا الحلم وما يبقاش غير صور وفيديوهات، لا يولي واقع وحتى حنا نشوفوها كتجري في داك الملعب ونشوفوها كتريدي ونشوفوها عايشه حياه طبيعيه. اذا انت بحال درتي داك المثل المصري اللي كيقولوا عشمتيني بالحلق خرمت انا وداني، بمعنى طمعتيني انك غتشري لي زويهكات ومشيت تقبت ودنيا وفي الاخر ما درتي والو. انت راك بطريقه غير مباشره كتادي ديك الطفله ملي كتوريها هاد الحياه وفي الاخر كتقول لها والا بغات امك وانت عارف ان امها ما غاديش تقبل. نوض تحرك وشمر على دراعك، انت عارف ان كل الاخوات وكل المغاربه غيكونوا في ظهرك الا مشيتي اتخذتي اجراءات قانونيه وبغيتي تنقذ ديك البنت وتجيبها تعيش حياه طبيعيه. ترجم هذا الحلم الى واقع، ترجم هذا الفيديو اللي صورتي الى حقيقه، وبدا باول اجراء واول خطوه حقيقيه، وديك الساعات غتلقى كل الدعم وكل التشجيع. اما هاد الاحلام وهاد الفيديوهات فما عندها حتى شي علاقه، وغادي دير بحال داك الراعي في القصه ديالو مع الراعي ولا الفلاح وجره السمن، كلشي كيعرفها وهي قصه كنا قريناها ملي كنا صغار من كتاب كليله ودمنه. وباش نقربكم من الصوره غادي نخلي لكم واحد الرابط الا حبيتوا انكم تسمعوا القصه باش تفهموا المعنى والمغزى منها وتعرفوا علاقتها بشعيب ابو الطفله ريتاج. وسي خواتاتي وصلنا لنهايه الفيديو، كان هذا الراي ديالي طبعا اللي يقدر يصيب ويقدر يخطئ. تحياتي لكم، شكرا والى فيديو اخر.